ازيكم يا حبايب ام رفان، عاملين ايه؟ ازيكم احلى ناس في الدنيا. بس اهم حاجه صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. لايكاتكم بقى واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع ام رفان، كل جديد في جديد مع ام رفان. خير يا ام رفان النهارده، خير 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 خير. طبعا البيت اللي راحته اكل يبقى فيه خير. بصوا يا جماعه، النهارده بقى يا جماعه عدس. عدس بعد العيد. طبعا زهقنا من يعني الحمد لله الواحد ما بيزهقش من نعمه ربنا، بس الواحد بطنه قفلت من الاكلات دي. انتوا عارفين بعمل لهم اكل وانا بعمل اكل تاني. فالنهارده يا جماعه بقى عملت لهم ايه؟ فاجئتهم. العدس ده فاكهه العدس ده يا جماعه احلى حاجه، والاكله الوحيده اللي رفان بتاكلها. رفان ولا بتاكل محاشي ولا بتاكل فراخ ولا بتاكل لحمه. انا يا جماعه في الحاجات القليله انا برجع. النهارده بقى عملت لهم شويه عدس بقى ايه. كان في شويه عدس عندي كده، فاكرين العدس بتاع رمضان؟ عملت لهم بقى عدس بعد العيد كمان. ما بهدلش الطبق يا ابله رفان. شويه عدس كده فاخد من الاخر. طب ما ايه يا ام رفان؟ طب مش كنت تورينا في المطبخ وانت بتعمليه؟ عملته في الفيديو، راجعوا الفيديوهات هتلاقيني عامله فيديو العدس ده مرتين، فما تنسوش بقى. من 1000 سنه. 1000 سنه ايه ده؟ ده انا القناه عندي فاتحاها بقاليش 5 اشهر. المهم دي القناه الجديده يا جماعه. القناه القديمه رجعت اللي هي يوميات انا وبنت رفان، بس لسه هيفعلوا لي الفيديوهات لسه، بس هي رجعت الحمد لله. احنا بنشتغل هنا على القناه القديمه، القناه الجديده. طيب اشرحي لنا الاكل اللي انت عاملاه. عامله ايه؟ عدس، في كمان طبقين زي عارفه بقى يا جماعه يا ماما. استني بس. وبصل. وده ايه يا ام رفان؟ طبعا انتوا عمالين تبصوا تقولوا طب قولي لنا ده ايه؟ كان عندي شويه رز محشي من المحشي اللي فات. لا ده رز بن ايه؟ ده رز محشي. إيه انا بحبه ايه؟ في لسعه كده في الاخر. إيه طبق رز كده، قلت بدل ما يبوظ ويحمض في الثلاجه قلت ايه اسخنه واعمله ايه؟ اسويه كده واعمله ايه؟ شويه شوربه واحطه مع العدس. طب ده ايه يا ام رفان؟ طب ما بتقطعش الاناناس ليه؟ كانتالوب ليه؟ لا الحقيقه مع العدس لو بطيخ بيحبوه كده متقطع، لو كانتالوب بيحبوه كده برضه. يحبوا ايه؟ يعملوا كده يعني. إيه عادي يا جماعه. وده شويه عيش بقى مش المدعم، ده العيش اللي هو السياحي. رخص يا جماعه والله، كل حاجه رخصت في السوق. الرغيف ده بقى بجنيه وربع بعد ما كان ب 2 جنيه، وفي ناس كانت بتبيعه ب 2 الا ربع. فعادي يا جماعه، مش لازم ناكل محمر ومشمر. اكل التوفيق ده اكل التوفيق والله العظيم. انا عندي رفان انا عامله العدس. انا كنت مطلعه لحمه مفرومه اعملها لهم حواوشي، وبعد كده قمت مدخلها تاني التلاجه. فقلت بقى اعمل لهم النهارده العدس، لان دي لو عملت لحمه مفرومه رفان مش هتاكلها. فقررت ان انا اعمل عدس النهارده لرفان عشان تاكل. انت مش بتاكلي مع السلة. فده الفيديو بتاعنا يا جماعه النهارده، اكل التوفير. فيديوهات الايام دي يا جماعه عشان اللي خارجه من رمضان والعيد محتاره في الاكل، ادخلي على قناتي يوميات انا وجوزي ورفان. مش هتحتري في الاكل وتعرفي اللي انت بتعمليه. هتحتاري يا شيخه رفان دايما حرجاني، دايما كسره مقادير. مش هتحتري في الاكل يا جماعه، مش هتحتروا مع ام رفان. ادخلوا بس على الفيديوهات، وكل يوم كده تدخلي وهتعرفي تعملي ايه لجوزك وتفاجئيه حاجه كده فخر من الاخر. الشعب المصري كله بيحب العدس، فبحبكم. لا مفيش حد بيحب العدس. يعني انت ما بتحبوش؟ لا والله، يبقى عملت الرغيف اللي خير. فلايكاتكم واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بيك يا جماعه. بجملها بنتي حبيبتي لازم تنفضي ايدك بقى وراحت في الفيديو عشان مش ناقصين فضايح. مش عارفين يعني ايه، مش عايزين فضايح اكتر من كده. كلي يا اختي. يلا روحي. دي ريحه البصل ده. انا عامله بتاكلي منه ايه؟ لايكاتكم بقى واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بيك يا جماعه. كل بالبلدي مع ام رفان. اعملوا انت يا محمد. مش هيبان والله، ما هيبان. انت كنت كده يا استاذ يوسف. طف علينا معلش، احنا هنتعبك ونقومك من على السرير زمان عمال يبرطم. لايكاتكم بقى واشتراكاتكم. بحبكم بقى، بس انا جوع.